عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص النهاردة الوقفة، خلاص عملنا الوصفات بتاعتنا وجهزنا الشقة وخلاص هنولع بقى شوية بخور حلوين كده. انا بس حبيت اقول كل سنة وانتم طيبين. ويا رب نفضل نحب بعض، ويا رب محدش يبقى فيه اي كره لأي حد. يا رب نتصالح، ويا رب دايما نبقى في بنحب بعض وبنتمنى الخير لبعض. انا بس حبيت النهارده اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكمان اوري لكم المفارش اللي انا اشتريتها ووريتها لكم في فيديو المشتريات، وقلت لكم انا هوريها لكم لما افرشها، ويلا نشوف مع بعض. ده اول مفرش معانا اللي قلت لكم احطه على السفره. حطيته بالطريقه دي، هو شكله بسيط كده، وقلت حاجه تغيير وتجديد عشان العيد اهو. طلع شكله حلو على السفرة. حطيت الفازة دي كده والفاستين الصغيرين دول كده مع بعض، اتنين بونبونيرة كريستال على كل مفارش صغيرة، واحدة من الطرف ده واحدة من الطرف ده. ودي مفارش الهاند ميد اللي قلتلكوا عليها، ده اللي حطيته على ترابيزة الصالون. هو محطوط بطريقة بسيطة كده وشكله رقيق جدا غير للمفارش التقليدية. وده المفرش اللي على ترابيزة الانتريه، هي ترابيزة كبيرة كده مربعة، وفيها رف كده من تحت باين من الازاز، فما بحبش اغطيها كلها. ده شكلها اهو. حط عليها برضو شوية تحف كده. دي الترابيزات الاضافية اللي هي بتاعة الكنب، دي بتاعة كنبة الصالون، وعليها برضو نافورة كده لذيذة. دي الترابيزتين التانيين بتوع الاضافيين بتوع الانتريه، وبرضو حطيت المفرش وحطيت عليه بوكيه من الورد الناشف. وده اخر مفرش معانا اللي انا قلت لكم هيتحط على الترابيزه الكبيره بتاعه الثلاث ترابيزات اللي تحت بعض. والبونبونيره اللذيذه اللي هي كانت عاملاها لي، حطيت فيها شويه ورد ناشف كده. وده كان الفيديو بتاعنا البسيط النهارده. انا كل هدفي بس اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وشكرا لكل حد قال لي كلمه كويسه على اي حاجه عملتها الفتره اللي فاتت. ويا رب اكون فدتكم في الفتره اللي فاتت دي باي فكره او اي حاجه بسيطه من تجهيزات العيد اللي احنا عملناها مع بعض. وبحبكم كلكم، كل سنه وانتم طيبين. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين.